صباح الخير، صباح البحر بقى والنشاط والطاقة الإيجابية والطاقة السلبية بعيديها عنِّك. حبيت كده أصطبح كده الصبح كده وأوريكم البحر وجماله في الشتا، يعني في الأيام اللي إحنا فيها دي، اسمعوا كده صوت البحر، لوحده كده يهدّي الأعصاب ويسحب منِّك أي طاقة سلبية، تحسّي إن أنتِ كده كنتِ مشحونة وأول ما وقفتِ قدّامه شوية حسّيتِ إن كل الطاقة السلبية خرجت وخلاص أنتِ بقيتِ تمام. اليود اللي في البحر بيحسّن الmood، بيحسّن الmood جامد أوي، أوي يعني. يعني أنتِ لو زهقانة روحي اقفي شوية كده قدّام البحر، تحسّي إن أنتِ غيّرتِ mood جامد جدًا، وإن أنتِ بقيتِ إنسانة تانية، راجعة فاضية كده خالية من الهموم والمشاكل وكل حاجة. ما حدش طبعًا بيخلى من الهموم والمشاكل، بس على الأقل بندّي لنفسنا كده فترة كده اللي إحنا حاجة كده تفُك عن نفسنا شوية، تمام؟ والناس الشقيانة دي والناس الجميلة إسكندرية الجميلة وكل حاجة فيها حلوة، والنهارده كان يوم بادئ بصراحة نشاط في نشاط، فقُلت بقى أصوّره معاكم ونشوف هيعجبكم والّا لأ، ونزلنا بقى السوق جِبنا كده الخضار بتاعنا، طبعًا الأسعار بقت حاجة خرافية وهمية، البطاطس ب13 جنيه، الكوسة ب15 جنيه، وجِبت كمان فطير باحبه بيبقى موجود عندي في البيت، باسخّن منه ممكن نفطر منه، ممكن نتعشى منه. ممكن بين وجبة ووجبة الولاد بيكونوا عايزين مثلًا نسخّنه لهم فبياكلوا منه، والبنجر ده بقى أساسي في حياتي، دلوقتي بقيت باجيبه طبق السلطة ده ما بيخلاش من الغدا كل يوم، لازم دلوقتي بقى طبق السلطة أساسي، والجزر تقريبًا كيلو النُص كيلو ب10 جنيه، ما أعرفش الأسعار دي بصراحة مش عارفة، أو كيلو إلا ربع ب10 جنيه، والخضرة تحفة بصراحة وفريش وجميلة، بقيت لمّا بانزل أودّي ليلي الدرس بقيت أجيب كل الحاجات دي، الخضرة فريش معايا وأعمل منها السلطة كل يوم. حتى دلوقتي المناعة ما بقتش مضبوطة خالص، حتى تلاحظوا على صوتي إن أنا بردانة أو في حاجة كده مش طبيعية، وتحسوا كده إن الجو فيه لسعة برد كده حلوة يعني، ربنا المستعان. وجبت الخيار كمان الكيلو ب10 جنيه، وبعدين أنا باحب أجيبه مليان شوية، لأن لمّا بيقعد عندي في التلاجة لمّا باجيبه صغير بيقعد عندي في التلاجة بيتمص كده وبيبقى تحسي إن التلاجة مصِّته وما بقاش فيه خيار أصلًا، فباحب أجيبه مليان شوية بحيث إن لو قعد شوية في التلاجة يبقى في حاجة إن أنا أقدر أعملها يعني. وقُلت بقى أروح كده على الحوض أغسل كل الخضار ده كله عشان أحطه في التلاجة، علشان خاطر ولادي لمّا بيفتحوا التلاجة مرة واحدة وياخدوا أي حاجة ساعات بتبقى مش مغسولة، ما بابقاش أنا موجودة في البيت أو باباهم ما يعرفش، فأنا خلاص اتعودت إن أنا أغسل الخضار وأحطه كله في التلاجة، بحيث لو سحبوا منه يبقى مغسول. أنا لو استخدمت منه تاني باغسله تاني برضه قبل ما باعمل سلطة أو باعمل الحاجات دي كلها، فباغسله تاني. عملت كده فوطة باعملها للخضار، أول ما باجيبه باغسل الخضار وبارُص الخضار بتاعي عليها واسيبه ينشف، بعد ما باخلّص خالص من غسيل الخضار، باغسل الفوطة عادي جدًا وباستخدمها تاني مرّة وخلاص، أنا خلاص خلّيتها للخضار بس. أي فوطة بقى عندِك، أي كيس مخدة قديم، الكلام ده كلّه، أي ملاية قديمة استخدميها للحاجات اللي زي كده ما ترميهاش، استخدميها للعجين، استخدميها للكلام ده كلّه بتنفع، ما ترميش أي حاجة، ما تستخدميهاش في المطبخ كمسح وخلاص لأ، خلّيها لحاجات تنفع، عجين هتغطّي بيه، خضار هتغسليه وترصيه عليه، الكلام ده كلّه. الخضار جميل الصراحة، بس هو المشكلة إن الحاجة زي ما باقول لكم بقت الأسعار غالية جدًا، ما أعرفش حاجة كده غير طبيعية يعني. ربنا دايمًا يا رب يسترها علينا وعليكم وعلى كل أمة محمد أجمعين، اللهم آمين يا رب العالمين. والكوسة 15 جنيه دي بقى مش عارفة بصراحة، يعني مش عارفة. فربنا يا رب يفك الكرب عننا وعن كل من كان، اللهم آمين يا رب. يعني كنت سامعة واحدة بتقول للشيخ: "أنا يا شيخ أنا دلوقتي في كرب وبادعي ربنا إن أنا الكرب يزول، وباحس إن أنا كل ما بادعي ربنا إن الكرب بيشتد عليَّ، إن الكرب عندي بيزيد، إن ربنا مش بيرفع دعائي، وأنا زعلانة وأنا الكرب بيزيد عليَّ وأنا، وأنا، وأنا." فالشيخ قال لها: "ما فيش أي حاجة بتحصل غير لحكمة من ربنا، ربنا حابب إن صوتِك يبقى مميز عنده، إنه يسمع صوتِك دايمًا على طول، إن صوتِك يبقى ربنا عارفه، أنتِ بتدعي دايمًا ربنا، وإن أنتِ ليكِ يعني زي ما يقول كده معزة خاصة عند ربنا، إن أنتِ صوتِك دايمًا مرفوع عنده، فهو إذا كان البلاء اشتد عليكِ فده الحكمة منه مش أكتر، الحكمة من ربنا مش أكتر، هو يعلمها ونحن لا نعلم، يعني ربنا بس هو اللي عارف ومُطّلع على كل حاجة، وأكيد لكل حكمة منه هي خير لينا، حتى لو كانت بلاء بيشتد علينا أو كرب أو الكلام ده كله، كل ده الحكمة منه هو، يعني لا يعلمها غير الله سبحانه وتعالى. ففي كل حاجة بنقول الحمد لله وربنا يديمها علينا دايمًا يا رب ستر ونعمه،
دايما ادعي الدعوة دي: يا رب استرنا تحت الأرض وفوق الأرض ويوم العرض عليك. يعني دايما مستورين. نقعد هنا بقى كده في اللحظة دي نتأمل كده في الخضار بتاع جمال ربنا سبحانه وتعالى، وكل حاجة كده ايه، سبحان الله يا ربي سبحان الله، يعني ألوان وأشكال وكل حاجة. بس غسلنا بقى الخضار بتاعنا وقلنا بقى ايه هنشيله بالمرة، علشان خاطر ايه، انا كان ورايا مشوار وعايزه انزل فتح الله اجيب بقية الطلبات. انا الصبح طبعا نزلت زي ما انتوا شفتوا لما صورت لكم مقطع البحر ده، كنت عايزه اجيب بصراحة روب بيدفي كده، علشان خاطر انا ما بحبش الارواب الطويلة، انا عايزه اجيب روب اللي هو الدفاية ده عشان يدفي. انا عندي هنا برد جدا، ولسعة البرد ما اعرفش بتيجي منين، بحس ان في سرسوب هوا كده داخل، مش عارفة بصراحة بيجي منين. فروحت بصراحة اشتريته وقلت ايه علشان يدفينا، انا ما بحبش الحاجات الطويلة وهجيب واحد قصير وخلاص لغاية الركبة كده. وكان سعره حلو، والمكان كمان حلو، بيبيع بالجملة وبيبيع بالجملة وقطاعي براحتك زي ما انت عايزة. تمام. بس وكان ورايا كمان مشوار فتح الله، فقلت هروح اجيب الطلبات، فكان اليوم كله مشحون عندي بصراحة، كان اليوم يعني حاجة كده فظيعة. بس فقلت بقى ايه هغسل الخضار بتاعي واشيله في المنظمات، علشان خاطر انا اشوف ايه اللي ورايا تاني، مش لسه هستنى بقى لما ينشف وبعد كده ابدا احطه والكلام ده كله. انا هنا بغلف البتنجان بالبلاستيك الغذائي علشان خاطر يقعد اكبر فتره ممكنه عندي، اللي هو ممكن يقعد كمان 3 اسابيع خلاص ما بيجرالوش اي حاجه. انما لو سبته كده فهو بيتعرض لدرجه التلاجة، لحراره التلاجة، فبيبوظ بسرعه وبيدبل بسرعه، لان التلاجة عندي التجميد بتاعها عالي قوي. تمام. فممكن تبوظ لي الخضار. مهما اقللها بحس برضو ان هي ايه، معرفش، عايزه اطلب بقى ايه، اتصل بالشركه، مش عارفه بصراحه، هشوف كده واشوف ايه النظام. فالدنيا بقى ايه، قلت لا لازم الخضار ده بقى كل حاجه غاليه، فيقعد شويه كده محترمين في التلاجة، يعني عيب، يعني ما يصحش يبقى الخضار غالي وكمان نيجي ان هو يبوظ، لا حرام. حتى الكوسه كمان غلفتها وقلت ان انا هعملها ايه في يوم تاني، هعملها محشي او الكلام ده كله. بس وصلت كله، وبصوا حطيت ما بين كل طبقه وطبقه مناديل علشان الخضار ما يفسدش معانا، وفي اي تسربات ميه المنديل بيشرب الميه دي وبيتخلص من الميه اللي موجوده على الخضار، فبيعيش معاكي فتره حلوه في التلاجة، ما بيتبلش بسرعه، ما بيعملش ريم كده ابيض على الخضار ولا الكلام ده كله. قلت بقى هعمل غدا سريع حلو جدا، وكمان اللي موجود عندك اعمليه اليومين دول، الدنيا بقت غلا بصراحه، والدنيا بقت حاجه كده، يعني ربنا يرحمنا برحمته، اللهم امين يا رب العالمين. بس قشرت بطاطس، وكان عندي بتنجان شويت بتنجانه واحده بس، وكان عندي بقى ايه، السمك الجميل اللي هو البسارية. فاكرينه البسارية دي يا جماعة؟ كانت زمان والله العظيم كانت بتتباع ب5 جنيه وب4 جنيه والكلام ده كله، دلوقتي بقت ب40 جنيه. انتوا متخيلين فرق السعر؟ بصوا عاملة ازاي جميلة. تعرفي البسارية لما يكون ليها بسبوس كده طويل، هي دي البسارية. لان في ناس بتجيب السردين الصغير على انه بسارية، لا، البسارية دي بقى كلها كالسيوم رهيب للعظم، بالذات للأخص للناس اللي عندها روماتويد والكلام ده كله، فيها كمية كالسيوم غير طبيعية. تاكليها كده كلها بحالها على بعض، بعضمها بشوكها بكل حاجة، بجد والله مفيدة جدا جدا جدا. لو لقيتيها يعني ما تندميش انك جبتيها. حلوة حلوة حلوة، من احلى انواع السمك اللي تاكليه كده سناكس كده، حاجة كده فظيعة جميلة بصراحة. وعملت له بقى تتبيلة السمك العادية، تبلته خالص بملح وكمون وشطة وخل وتوم والكلام ده كله، وسبته بقى متبل لغاية لما اعمل الغدا. حطيت البتنجانه بتاعتي تتشوح على النار، انا بحطها على الشياطه بتاعتي دي، بحطها عليها عشان ما تنزلش اي حاجه على البوتاجاز. لو حتى نزلت لا قدر الله، فبتنزل حاجات بسيطه جدا ما بتبوظش عين البوتاجاز. كنت بقى نزلت فتح الله وجيت جبت الطلبات بتاعتي، جبت كل حاجه وسبتها زي ما هي، والله ما اتحركت من مكاني خالص. يعني بعد شويه كده قعدت وارتحت واتغديت والكلام ده كله، كنت قليت البطاطس وقليت السمك وعملت البتنجان والسلطه، وكان عندي رز بشعريه طبعا مش هرميه، وظفت كل حاجه في مكانها بحيث ان مفيش حاجه تترمي، وعبيت كل حاجه مكانها، والحمد لله خلاص على كده. قلت بقى اعمل لهم حاجه حلوه كده بالليل. عندي 400 جرام من الدقيق، وعندي عليهم نص معلقه من البيكنج باودر، ومعلقتين كبار من اللبن البودر، وعندي، اللهم صل على سيدنا محمد، عندي نص كوبايه من السكر البودر، وعندي كمان 200 جرام من الزبده، وربع كوبايه من الزيت، وعندي بيضه واحده وفانيليا. والعجوه زي ما انتم شايفين كده انا مكوراها كور صغيره،
وحطيت عليها مكعب من الزبدة، وبدأت ان انا ادعكها كلها في بعض علشان تفضل طرية ما تنشفش معايا في وسط المعمول بتاعي. ودعكتها كلها وخليتها ايه كور صغيرة كده على قد المعمولة بتاعتي. وهبدأ ان انا احط بقى كل الكلام ده كله في العجان، ونبدأ بواحدة واحدة ونسمي الله. وبأي حاجة عندك شكلي بيها براحتك بقى، عايزة تشكلي بالبسطامة بتاعت الكحك دي حاجة ترجع لك انت. حطيت السكر والزبدة على بعض، وهبدأ حطيت السلاح بتاع الكف بتاعي او بالمضرب الكهرباء، براحتك اشتغلي باللي موجود عندك. انا استسهلت الموضوع لان بجد كان اليوم مرهق، تعبت جدا وحطيت كل حاجة مكانها والكلام ده كله، كنت بنضف المطبخ، كان عندي حوارات كده اليوم ده. فقلت بقى ايه، لا بالليل بقى ايه اخد كده اعمل حاجة حلوة، وعشان خلاص نلاقي حاجة مثلا لتاني يوم نفطر بيها او الكلام ده كله، تبقى حاجة موجودة حتى في وسط النهار اي حد يجيلك الكلام ده كله مع كوباية شاي او نسكافيه. بتبقى الحاجات دي خير في البيت وموجودة كمان، ما يعني ولا بتزهقي منها ولا الكلام ده كله، الولاد بيحتاجوها على طول. المهم ضربت السكر مع الزبدة كويس جدا على غاية ما اللون كده يفتح معانا. اوعي تضربي بالسلك السلاح بتاع المضرب بتاعك في العجان، انما اضربي بالمضرب الكهربائي عادي، انما في العجان هتلاقي ان الزبدة فصلت معاكي. المهم حطيت كمان بعد ما ضربت السكر مع الزبدة كويس، حطيت كمان البضاية عليها الفانيليا، ونزلت بيها على المكونات اللي عندي دي. وعندي كمان قلنا ربع كوباية من الزيت. واهم حاجة نوعية الزيت تكون نضيفة عشان ما يبانش ريحتها في المعمول بتاعي، تفضل ريحته كده محتفظة بريحته. تحفة يا جماعة، تحفة، جربوها هيعجبكم جدا جدا، كمان مفيد جدا، في عجوة، في الكلام ده كله، هيعجب الولاد جدا كمان. المهم كل شوية كنت بفصل العجان وابدأ اجيب الحواف بتاعته انزلها كده علشان كله يختلط مع بعضه كويس ويتضرب كويس، عشان ما يكونش في حاجة من فوق، لان الزبدة الاول ما تنزل مع السكر هتلزق كلها وتتكتل وتتجمع على حروف البولة بتاعتك. تمام. فكل شوية كده افصلي العجان بتاعك وابدأي نزلي الحروف بتاعتك علشان خاطر تتضرب كويس جدا. بس نزلنا بالبيضة ونزلنا بالفانيليا ونزلنا بالزيت بتاعي كده، مش ناقص حاجة غير الدقيق عليه معلقتين لبن بودر، وعليه بيكنج باودر نص معلقة صغيرة، وعليه كمان ربع معلقة صغيرة من الملح. تمام. الملح هنا بيظهر طعم الحاجة. وصباح الطرطشة بقى، بصوا الطرطشة دي غرق الدنيا كلها. والله يا جماعة، ولسه منضفة المطبخ، بس هنعمل ايه، مادام استحضرنا النية خلاص، فكله في ميزان حسناتنا ان شاء الله. بس بصوا بقى، وصلت قوام العجينة للشكل اللي احنا شايفينه ده اهو، ولا بتشقق ولا الكلام ده كله. مجرد جربي كده، اعملي تجربة، ولو لقيتيها لا قدر الله بتلزق معاكي جامد، يعني بتلزق شوية، زودي معلقة او اتنين من الدقيق، يعني ابدأي زودي معلقة في معلقة لغاية ما تحسي ان قوام العجينة كده تلم معاكي. ما تكونش مثلا بتشقق منك او الكلام ده كله، لا، هي العجينة هتبقى حتى لو فيها سنة تلزيق بسيط عادي، مفيش مشكلة، بس اهم حاجة ان هي بتتلم معانا وتبقى حاجة كويسة كده، ما تبقاش بتشقق. خلاص. بس انا بدأت بقى احطها في المكبس بتاعي، اي شكل انت عايزة تحبي تشكليه براحتك. عايزة العجينة هتبقى معاكي طرية ولينة والكلام ده كله. يعني احنا دلوقتي الجو كويس جدا، فمش مستدعي ان احنا نحطها في التلاجة، انما لو هتعمليها في جو حر فهتحطي العجينة بتاعتك شوية في التلاجة علشان الزبدة ما تسحش معانا وتبقى سايلة قوي وتحتاج لدقيق تاني. خلاص، هي المقادير دي كلها مظبوطة، استخدميها. حسيتيها بتلزق معاكي قوي، ضيفي معلقة او اتنين من الدقيق مش اكتر. خلاص، انا ما ضفتش اي حاجة تانية. بدأت اشكل بقى كده، حطيت كيس تلاجة في قلب المكبس بتاعي اللي انا هشكل فيه علشان تطلع معايا بكل سهولة وما تلزقش في قلب المكبس، لانها لو لزقت مش هترضى تطلع خالص، هتسيب اثر في البسطامة بتاعتك، وهتيجي تعملي واحدة تانية هتبقى ضايع منها الشكل بتاعها تماما، يعني مش هتلاقي ليها شكل خالص. بس دي الكمية بتاعتي كلها عملت معايا كمية حلوة. تخيلي بقى انت بتجيبي المعمول ده بكام من بره، بل بالعكس انت في البيت عملتيه بشكل اوفر واحسن وطعم كمان جميل. سخنت الفرن بتاعي على درجة حرارة 180 فوق وتحت، وشغلت الشواية. لو انت عندك الفرن البوتاجاز بتاعي، انا استخدمت الكهرباء، لو فرن البوتاجاز هتشغلي تحت، اول ما تبدأ ان هي تاخد لون من تحت ابدأي شغلي فوق الشواية على تديها بس لون بسيط مش اكتر من كده. خلاص. واوعي تحركيها من الصاج بتاعها، اول ما تطلع وخدت اللون خلاص ما تحركهاش غير لما تبرد خالص. تمام. لان هي هتحسيها طريه جدا 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 اول ما تخرجيها من الفرن، تقولي دي نيه ولا ايه، لا، مجرد ما هتسيبيها في الصينيه وتبرد
على الصينيه بتاعتها هتحسيها خلاص كده بقت تمام، والمعموله بتاعتك دايبه وجميله ومش محتاجه كلام بصراحه. بس فقلت بقى ايه، هاخد شويه المواعين بما ان انا مشطبه المطبخ، فقلت بقى ايه اخد بقى شويه المواعين دول معايا علشان ما يبقاش في حاجه خلاص كده ورايا، يبقى كده اليوم اتقفل على كده وتمام قوي قوي قوي، مش هعمل حاجه تاني خلاص يعني كده مية مية. مش هيرو احنا يعني، الحمد لله احنا بنحتسب كل حاجه عند ربنا بنعملها، كله في ميزان حسناتنا. بس الحمد لله يا رب العالمين، ربنا يدينا الصحه دايما والعافيه ونعمل وما يحوجناش لحد ابدا. دي اهم حاجه في الدنيا، الستر والصحة، وإن ربنا يرحمنا ويعفو عننا، اللهم أمين يا رب، ما يتوفناش غير وهو راضي عنا. بس كده شطبت كل حاجة قدامي علشان ما يبقاش فيه مواعين بقى وكركبة والكلام ده كله، لا خلاص بقى مش هنزحم الدنيا تاني ونصحى الصبح نعمل تاني والكلام ده كله، فهننام والمطبخ على الأقل نضيف. أنا كمان عملت الميكروويف نضفته والفرن والكلام ده كله، يعني نظمت المطبخ النهارده على قد ما اقدر بصراحة، بس مصورتش معاكم لأن كنت خلاص بجد هلكانة، فعملت لكم المفيد ومش أكتر من كده. بس غسلت الحوض كمان بالمرة، كنت كمان غسلاه قبليها عشان مطرح السمك والكلام ده كله، فبتبقى الدنيا محتاسه، بتبقى فيه ريحه السمك تحسيها ماسكه كده في الحوض والكلام ده كله، فنقطه من البرسيل جل والخل بتخلي الدنيا زي الفل. بصوا بقى طلعت معانا خدت اللون الحلو ده اهو، شوفوا. اهم حاجه تبرد على الصينيه، ما تحركهاش وهي سخنه ابدا، هتبوظ منك. بصوا الشكل ما راحش، محتفظه بشكلها، محتفظه بكل حاجه فيها، حلوه جدا ما شقتش مننا. شايفين الحته اللي فيها دي هناك دي، انا طلعتها وهي سخنه، تفاصة بقى وكنت عايزه اكل حاجه بصراحه وهي سخنه، انا بحب اي حاجه تطلع من الفرن وهي سخنه لازم ادوق منها. بصوا حطيتها كده في الورق ده بتاع الزبده، هو بيتحط فيه بس الحاجات، انما ما بيتخبس فيه. تمام. هتجيبيه من عند اي بتاع مستلزمات حلواني، لو عندك ضيوف او اي حد بيبقى شكله حلو قوي في التقديم، او بتطلعي اوردرات لحد فبيبقى شكله حلو جدا. عملت شاي بقى لنفسي وعملت لهم هم كمان ينسون، وخلاص كده خلص يومي. قلت لا خلاص كده قوي شابوه يعني كده حلو جدا جدا. يعني ربنا دايما يا رب يحسن ما بين ايديكم وتجربوا الحاجه دي وتعجبكم. الحاجه في البيت يا جماعه احلى بكتير، احلى بكتير ما بتشتريها من بره والله. دلوقتي الحاجه مش مضمونه، اعملي الحاجه في البيت، اعمليها للولاد كمان، هم هيتعودوا ان ياكلوا الحاجه من ايدك. لو جبت لهم الحاجه من بره تاني مش هتعجبهم، تحسي كده ان هم مش واخدين على طعمها ومش واخدين غير على اكل ايدك انتي كده عودتيهم ان هم ياكلوا في البيت. واكل الشارع ده حاجه مش مضمونه، احنا مش ضامنين الحاجه دي معموله ازاي، ومش مش ضامنين الحاجه هم غاسلين ايديهم ولا لا، مش ضامنين كل ده. فالاكل في البيت، احنا دلوقتي في ايام صعبه، ايام وباء ومرض والكلام ده كله، فلا قدر الله احنا في غنى عن كل ده. بس كده، وبكده خلص يومي بقى النهارده. طبعا لو عجبكم الفيديو لايك وشير وسبسكرايب للقناة لو اول مرة بتشوفوني، وما تنسوش حبايبي اللايك ده اهم حاجة عشان نزيد تدعم الفيديو جدا، وطبعا فضلا وليس امر. مع السلامة.